مشاهدينا ومستمعينا ننتقل إلى الرياض، وضيفنا في فقرتنا النفسية والاجتماعية البروفيسور طارق الحبيبي، استشاري الطب النفسي. مساء الخير يا أبو علي، وصحة عليك الموية. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مساء الخير طبعا. أهلا وسهلا ومرحبا فيك، ومرحبا بأختنا علاء. مرحبا فيك. يا مرحبا بضيوفك الكرام، أخونا الله يخليك. حيدر. طولنا عليك أبو علي، صحيح؟ الكابتن عبد الله. الله يخليك، طولنا عليك شوي. لا أبدا، أنا كنت استمتعت حقيقة. إيه؟ لا أنا حقيقة استمتعت حقيقة بكلام الأخوين الجميلين، وأيضا لما رأيت الكلام عن حديث عن نادي النصر، لأني كنت في طفولتي أنا أشجع نادي النصر. ولكن بعد ذلك في فترة حينما أكمل أصبر عشان أسمع. كنت في طفولة وقبلها. أيوة. لا خليني أقول لك كله، ما دام انفتحت. لا حسيت بتعاطف حقيقة مع نادي النصر، لأني كنت في طفولتي أشجع نادي النصر، ولما كبرت وتزوجت وجاني أولاد طلعوا هلاليين، ولأننا أيوة. في عصر بر الأبناء لا بر الآباء أصبح تشجيعي هلالي. ولكن حينما يلعب الاتحاد أو الأهلي بلغة جميلة أشجع نور ونايف هزازي والشباب حقنا الأهلي، فاكتشفت أني لا أشجع نادي إنما أشجع اللعبة الجميلة. أنا أيضا في طفولتي كنت لاعب كرة سلة في نادي النجمة بعنيزة، ما شاء الله. ولكني اعتزلت اللعب ما شاء الله يا أبو علي. في ثاني متوسط. اعتزلته في ثاني متوسط، وبذلك خسرت الكرة السعودية والعربية لاعب كان يمكن يسوي شيء. هذا شيء أكيد يعني. على راسنا أبو علي، بس أنا شدني إنه أنت تشجع النصر وأولادك سبحان الله طلعوا يشجعون الهلال، فأنا أقول لك كمثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيما بعد. لا طلع اني ماني اشجع نادي، لاني قاعده اتقلب مع عيالي واتقلب مع اللعبه الجميله، ولذلك الان هو مع اللعب الجميل. اذا بروفيسور، يعني الرياضه هي طبعا الزاويه او الساحه التي تجذب طبعا الناس كبارا وصغارا، نساء ورجالا، صح على قلبك. وهي تتمتع دائما باهتمام خاص على جميع المستويات، لكن انت برايك هل منحت ما تستحق من رعايه وتدريب يوازي مقدار طبعا الجذب وميل الناس لها، طبعا باعتبارها هي الرياضه الشعبيه الاولى؟ أنا حقيقة أعتقد أنه حجمنا الرياضة بمفردة لعبة، وجعلنا النظر لكرة القدم أنها لعبة، وهذا معنى ضيق للكلمة، لها معنى شمولي كبير. الأمر الآخر حجمنا الرياضة لأن بعضنا يناقش الرياضة وكأنه يتكلم عنها قبل 30 سنة. الرياضة فرضت نفسها على مجتمعنا وعلى مجتمعات عديدة. في دول استطاعت الرياضة أن تنقل تلك الدول للعالمية. إذا سألتك عن دول أمريكا الجنوبية ربما لا نستطيع تعدادها نحن، لكن لا يمكن أحدا في العالم ينسى البرازيل أو الأرجنتين. صحيح. لو سألتك من رئيس البرازيل أو الأرجنتين ربما لا نذكر ولا نعرف، لكن ليس منا من ينسى ميسي ولا رونالدو ولا ينسى أيضا بيليه ولا مارادونا ولا غيره. لماذا؟ إذا من يستطيع أن ينقل؟ ولذلك أقول أنا للاعب السعودي. وبعلي في واحد يقول زين الدين زيدان، لا تنسونا. أنا لا يعجبني فنه. فلذلك ذكرت من يعجبني. أنا مع الرسول إلا البلاغ. أنا أمزح. لا أنا أمزح في هذه، بس زين الدين زيدان في فرنسا، وأنا كنت أتكلم عن أمريكا اللاتينية. وما دام تكلمت عن زين الدين زيدان أعلق تعليق بسيط، أننا نحتاج إلى تأهيل اللاعب. ولذلك اللاعب الإيطالي حينما قال الكلمة الغير جيدة لزيدان، صحيح. وزيدان نطحه برأسه تلك النطحة الشهيرة التي ما زال يندم عليها، لأن زيدان كان ينقصه مهارة نفسية سأحدثك عنها اليوم، مهارة إدارة الغضب. نعم، مهارة إدارة الغضب هذه مهارة يجب أن يتعلمها اللاعب. صحيح. ولا أكشف سرا إذا قلت لك أن بعض نجوم المنتخب السعودي يزوروني في العيادة بطريقة شخصية، أعلمهم بعض المهارات الشخصية لحياتهم حتى إذا ما نزل إلى الملعب وهو ينزل بمهاراته هذا. إذن هذه قضية وطنية. أنا أؤمن يا سيدي أن اللاعب في بعض المجتمعات أكثر تأثيرا من الداعية أكثر فضلا في ذاته، لكني أتكلم عن التأثير. وإذا كان لزاما بدلا من شتم أخواننا اللاعبين أن نؤهلهم التأهيل النفسي اللازم. لماذا؟ لأن المجهر عليه كبيرا، فكان لزاما أن نؤهله. اللاعب أو على مستوى الفرد هي هواية، هي انتماء، هي ميول، هي ملء فراغ بشيء من غير المعاصي. لما لا نرعاه؟ على مستوى الأوطان يمكن أن تعطينا واجهة كبيرة في الأوطان الأخرى. إذن لابد حين نجعل لنا
طريقة لتأهيل اللاعبين. وإن أنسى لا أنسى في سفرة إلى إحدى الدول الخليجية ذهابا وإيابا كنت في الطائرة وإذا بفريق كوري يركب معي في نفس الطائرة، وكان بجواري لاعبا كوريا يقرأ كتاب، ولأن عيون الكوريين صغيرة وكان ينظر إلى أسفل فأصبحت أكثر صغر، فظننته أنه نائما فكنت أصحي من وقت لآخر فينظر إلي غضاب. إذا كان صاحي كان يقرأ كتاب وهو اللاعب. في العودة من تلك الطائرة وبذلك المنتخب الخليجي في العودة أو في الذهاب، نسيت واحدة ذهاب وعودة، أركب معه وإذا هم أزعجونا في الطائرة. إذا هناك التأهيل الحضاري نحتاجه أيضا. صحيح. تماما. اللاعب حينما يأتيك بخلفياته الحضارية الكبيرة الصغيرة المتوسطة، كان لزاما أن أؤهله، لأن اللاعب فكر وليست مجرد جلدة صحيح. نركض خلفها، فكيف نحقق الفكرة على أرض الواقع؟ طيب بروفيسور، يعني بالعودة إلى موضوعنا اللي كنا نناقشه قبل قليل، وهو الشعوذة والسحر في الملاعب، وهذه الظاهرة التي بات يصدقها الكثيرون في المجتمعات ومنها أيضا يعني بكل صراحة المجتمع السعودي. برأيك هل التعصب لنادي معين أو التعصب بشكل عام في الرياضة هو سبب لتصديق مثل هذه نسميها ترهات؟ واحد من الأسباب هو التعصب الرياضي، لكن ليس هو السبب الوحيد. أعتقد أن البنية النفسية المجتمعية هي التي تحتضن هذا، وهي التي أدت إلى التعصب، وهي اللي أدت إلى الإيمان المبالغ به في هذه الأفكار. الدنبوشة أو بلغة أهل الرياض ربما حسب التقرير الصحفي الذي قرأته الكراتين، لأن دخلت الدنابيش أو السحر في كراتين كما يقولون في نادي النصر، أو حسب ما قرأته لا أدري. إذا التعصب واحد، لكن التعصب هو المظهر. الإشكالية في طريقة التفكير. ما الذي حدث في مثل هذه الأحداث وغيرها في بلاد عربية وعالمية أخرى أيضا ليست محدودة في نادي معين؟ هناك حيلة دفاعية. الإنسان أو المجموعات حينما تضعف تلجأ إلى حيل نفسية دفاعية، منها التبرير، هذا واحد، أن يبرر كسله بشيء آخر أو فشله أو عجزه بشيء آخر. الأمر الآخر ربما بعض السياسيين وكذلك بعض الإداريين يلجأ إلى التفكير الأسطوري فيستخدمه. أؤمن أن السحر حقيقة، لكن المبالغة ليست حقيقة، فيلجؤون إلى ماذا؟ لاعبين أو إداريين لاستخدام هذا لتخفيف الضغط النفسي. الأمر الآخر هناك ما يسمى الريجريشن أو النكوص. الريجريشن أو النكوص هو نكوص إلى مراحل بدائية في التفكير يستخدمها الإنسان حتى لو كان متعلما أيما تعلم. إذا هذا الإنسان بهذه الطريقة يستطيع أن يبرر لنفسه. ولذلك لما تكلم حيدر وقال الربط على أيدي بعض اللاعبين العراقيين، إن كان يؤمن أنها تعطيه قوة وانطلاقا فإن إزالتها ستضعف إنتاجيته، لأنه هذه سيكولوجية الإيحاء. إذا يجب تقييم اللاعب، تقييم معتقداته، تقييم ما معنى أن يؤدي له قوة. ربما بعضهم يتذكر موقفا معين يعطيه اندفاعية، وهذا ما نسميه الإيحاء. صحيح. طيب أبو علي، إذا تكلمنا عن أسباب التعصب الرياضي، يعني مثلا أنا ممكن عندي أخوي يشجع نادي معين وأنا أشجع نادي معين، في النهاية إحنا أخوان ممكن نتهاوش بسبب رياضة، خاصة برشلونة ومدريد. إيه؟ لأنه سمى تربيتهم يا سيدي. صحيح، لأنه تم تربيتهم، أنا أم أنت، تم تربيتهم على التفكير الحدي أبيض أو أسود، تم تربيتهم في طريقتهم على الفائز والمنتصر. إذا جئنا إلى البعد العلمي لها هناك سيكولوجيتين أساسيتين. الأولى سيكولوجية البقاء، والبقاء لا يتحقق إلا بالانتصار. في عصر الإنسان المبكر أنتصر عليك أم لا تنتصر علي، إذا انتصرت عليك قتلتك وأفنيتك. فسيكولوجية البقاء تقوم على الانتصار، فكان لزامنا الانتصار في الرياضة. الثانية في السيكولوجية الانتماء. الانتماء في هرم ماسلو هي حاجة نفسية أساسية، إن لم تملأها بانتماءات عليا ملأها الشباب بانتماءات أقل علوا، أو ربما بانتماءات فاسدة، وربما بانحراف فكري أو غيره. ولذلك الرياضة واحدة من الانتماءات. يا ليتنا نستطيع أن نجعل أبناءنا ينتمون إلى الرياضة، لكن نصحح الانتماء بالطريقة الإيجابية، نجعل اللاعب استثمارا وطنيا، نجعل طريقتنا في ممارسة الرياضة، ننزع الشباب من الرياضة فنجعل وزارة الشباب والرياضة وزارة للرياضة، ونضيف الشباب إلى الأسرة فتكون وزارة للشباب والأسرة، لأن رعاية الشباب والرياضة أثبتت فشلها أنها لم تستطع خدمة الشباب، لكنها حاولت أن تخدم الرياضة
المبسطة بطريقتها التي ربما نجحت في شيء، والنجاح لا يكون بالنتائج. ولذلك لما قالوا ألمانيا 8-0 نتيجة ثقيلة، أعتقد أن النتيجة عادية جدا إذا قارنا منتخب السعودي بالمنتخب الألماني يسمونه الماكينة، وربما 16 ربما رقما أيضا ليس مرفوضا كما قال حيدر. طيب مصطفى الكبيسي من الفيسبوك بيحكي لك بروفيسور يعني الرياضة العربية خسرت لاعب كرة سلة لكنها توجت بروفيسور يفتخر به كل العرب، ونحن ايضا نفتخر فيك في MBC في اسبوع في تواجدك معنا. طبعا هذه بعض التعليقات في الفيسبوك ايضا، يعني خلص الصيت طلع عليك انك طيب انت وش المانع علا، وش المانع كرة سلة، وش المانع كرة سلة ومفكر يا سلام. طب بنشجعك تكمل. ليش لا يا ابو علي، ليش لا؟ طب احنا بنشجعك ترجع اذا هيك للملاعب بروفيسور. بكل الاحوال ايضا ثبت عليك انك انت بتشجع النصر يعني بالصغر، لكن خلاص بيحكوا لك بما انك بتشجع علا بالقدم هلا هم خلاص. لحظة انا قلت النصر في طفولتي، ولما كبرت لقيت اولادي هلاليين شجعت الهلال. طيب ولما كبرت شويه وجاه الزازي وجاه نور تراح قلبي اتحادي. ابو علي خلوني حل وسط. ودك تصير في مرحله الطفوله الى الان؟ لا انا برشلوني الان يا علي. طب بروفيسور لحظه عشان تفهمني، هلا انت بتشجع اللعب النظيف، هذا اتفقنا عليه. في طفولتك كنت تشجع النصر، لكن تعليقات الجمهور كلها الان يعني انك انت بتشجع النصر، هم مبسوطين فبيحكوا لك ما تاثير اللون الاصفر على الفرد، يعني هذا السؤال. عيادتي لونها عنابي، فابحثوا عن نادي عنابي. ايوه عنابي وبيج هذه عيادتي. فالعنابي والبيج ما هي موجوده لا في النصر ولا في الهلال ولا في الاتحاد ولا في الاهلي. شكلنا بنروح للغرافه القطري يا ابو علي تعال. لا تعال عنابي وبيج، مش هذا برشلونه؟ عنابي والبيج لا العنابي والازرق برشلونه. ازرق يعني شويه من برشلونه. العنابي يعني الخمري مثلا على قولتهم ريحه ابو علي ولا عدمه يا ابو علي ولا لا؟ علم قطر الابيض. طيب ابو علي اذا سالناك انه في بعض الناس يعني يحتاجوا لتعليق الاخفاقات والاشياء السلبيه اللي هم يقعوا فيها والاخطاء يعلقوها باسباب غيبيه، ومن ضمنها موضوع السحر والشعوذه والدنبشه والكراتين، اذا اختلفت المسميات بس في النهايه المقصد واحد. صح. إشكالية فيها علي أن هناك حاجات نفسية غير مشبعة، أو أحيانا تشبع بطريقة مفرطة أو طريقة غير منهجية. أيضا بعض الناس عنده إشكالية أنه يتعلم التعصب مبكرا في حياته حينما يرى والداه أو عمه أو خاله كيف يشجع، ولذلك يتشكل على أحادية النظرة، ولذلك يصر أن ناديه أحسن الأندية. وذلك حينما ينظر إلى مباراة إذا فاز ناديه فزنا، إذا انهزمنا الحكم كان كذا. لماذا؟ لأنه عنده سيكولوجية التعصب، ولذلك مع هذا الضغط النفسي يلجأ إلى الحيل الدفاعية التي أخبرتكم عنها. ولذلك في تربية أبنائنا يجب أن نربيهم في النظر إلى الأمور على الموضوعية مقابل الشخصانية، أن يكون موضوعيا. انهزمت، كيف الإنسان يتعامل أثناء الهزيمة؟ هذه طريقة جيدة. الأمر الآخر حتى في اللاعبين في تأهيلهم، كنت مع لاعب من اللاعبين لن أسميه لخصوصيته، قلت لماذا حينما تسجل هدفا معينا تعمل حركة معينة؟ قال ماذا أعمل يا دكتور؟ قلت لو كنت مكانك لرفعت فنيلتي حينما أسجل هدفا وأقول من يحب طارق لا يستخدم المخدرات، والهدف الآخر حينما أسجل مثلا أو مباراة أخرى تماما أرفع فنيلتي من يحب طارق مثلا لا يستخدم التدخين، وهكذا أجعل الأمة العربية والسعودية تنتظر هدفي وينتظرون رسالتي التي أرسلها إلى الشباب، كما ينتظرون تغريدات المفكرين وعبر التويتر وأيضا تدويناتهم عبر الفيسبوك، ينتظرون أهدافي فن الهدف ثم ما رسالة هذا اللاعب المميز، ولذلك تحقق رسالة أثناء لعبك وبعده. إذن الإشكالية في تأهيل اللاعب، وهذا الذي أطالب به. طب بروفيسور يعني بس سؤال أخير من الفيسبوك أو بدهم تعليق من حضرتك، ما رأيك في اللاعب الذي يسجل الهدف من ثم يسجد على الأرض؟ هذه قضية خاصة فيه. أنا رأيي إذا كان هذه تؤدي له بالراحة فليفعلها، يؤدي شيء آخر يفعلها تماما.
فهذه قضية خاصة فيه. إذا كان لها جانب شرعي فليسأل فيها سادة العلماء، لكن هي ما الذي تعكس؟ أنا أستطيع أن أجيب. تعكس أن الإنسان لحظة الفرح يعبر عن أقصى قناعاته، فحينما يسجد فهذه قناعة عنده. الأمر الآخر، إذا كان لاعبا متدينا كما هو أبو تريكة في فريقه الأهلي منتخب مصر، جعل من لا يسجد معهم الرفاقة، لأن عنده تأثير بشخصيته الساكنة. صحيح. وللذكر أذكر حينما رفع فنيلته وإن كان النظام لا يسمح بها وأظهر غزة، ما زالت الناس تترنم بها، مع أن النظام لا يسمح بالجوانب السياسية أو الدينية. صحيح. لكن أنادي بقضايا اجتماعية يسمح بها النظام أن يفعلها اللاعب في هذه الطريقة. صحيح. طيب أبو علي، فيه زميلنا الرياضي مهدي المزارقة أبو سعد يقول لك إذا العيادة عنابية ترى يمديك الفريق السعودي العنابي هو الفيصلي. خلاص أحول عليه. أنا فيصلي من اليوم أو فصلاوي. الله يخليك إن شاء الله يديمك. أنا أشكرك طبعا ضيفنا من الرياض البروفيسور لفقرتنا الاجتماعية البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي. أشكر لك هذه